مساء الورد، شو اخباركم؟ ايش مسوين؟ عساكم بخير. طبعا انا حاطه كريم اوريدي في وجهي. زين الحين ايش اللي بسوي؟ طبعا اليوم بسوي توتوريال مال امس. اوكي، اول شيء بسويه انظف وجهي. انا مثل ما خبرتكم انا وجهي دائما احط له الترطيب، يعني لو جالسه في البيت، لو ايش ما كان جالسه في البيت لازم احط ترطيب. ليش كذا؟ انا بشرتي التم نظيفه، التم نظره، وبنات سمحوا لي عيوني اليوم حمرة، تعتبر وايد حمرة ووايد صغرانة، لأن أمس ناسية قبل لا أنام آخذ حبة الحساسية. واللي عندهم حساسية الأنتكة يعرفوا إن نحن نعيش على حبة الحساسية. بدونها يصير فيلم فينا في وجوهنا، فأخذت حبة الحساسية بعدها مفعولها يبين خلال 4 ساعات. انا اللي الحين بسويه اني بجيب التونر مالي. انزين، هذا التونر بس للترطيب، اوكي، يعني تونر ترطيب. فبشيل فيه الكريم اللي انا حاطته. انا حاطه كريم عشان يعني يوازن لي الترطيب في البشرة ويعطيني نضارة، فبشيل هذاك وبنحط مع بعض السكين كير اللي بستخدمه عشان البشرة تكون نفس أمس بالضبط. اوكي، اللي بسويه اول شيء بجيب الليب اويل مالنا، هذا الله يسلمكم اسمه هوب. هم بنزل درجة ثانية كذا شوية جاية على بينك، شوية عرفان الله يخليك. المهم هذا الاثنين بيكونوا هذول الدرجتين، ان شاء الله قريب راح ينزلوا، بس انا احب استخدم هوب اكثر. هذاك اسمه جوي كذا. اول شيء اسويه ارطب شفايفي. بعد كذا امس انا كنت لابسه عدسه مزيونه، اليوم بلبس عدسه ساحره لانه صار لي زمان ما لابستنها واحسني مشتاقه لها. فالحين في الفيديو الجاي بوريكم كيف طريقه اني انا البسها بالضبط. اوكي، تستغربوا انه شوفوا مثلا خطوه صارت لان نسيت اصور. المهم بلبس عدسه ما ادري اذا تبين ولا لا، بس لونها وايد فاقع، لونها وايد طبيعي حلوه. الناس اللي تحب انها تلبس كذا عدسات جايه على عسلي رمادي، هذه عسلي رمادي وايد حلو لونها. والاهم من كل هذا انه ما فيها تحديد. هذه العدسه اللي كانت على اختياركم ان انتم تريدوا عدسات بدون تحديد، فهذه بدون تحديد نهائيا، هي وحنونه، بس حنونه تبين عينش طبيعي بني. انزين، اول شيء بجيب العدسه احطها هنا، انظفها، احط عليها محلول. انا احب هذا اوبتي فري وايد اعشقه، تقدروا تاخذوه من اي صيدليه موجود، سعره تقريبا 5 ريال اذا ما خاب ظني. امسك كذا، شوف فوق، واثبته على البياض اللي في العين. بعدين يا رب انه اوضح معاكم. المهم هذه هي الطريقه، تمام. والحين ايش بسوي؟ خديجه؟ بجيب هذا السيرم انزين من ماك، توني ما اخذت لنا هذاك اليوم وريتكم، اخذ منه تقريبا 3 رعصات يكفي. احطه على الوجه بالكامل. انا اول شيء اسوي البيس، انا بحط لكم الستوريات مال البيس، ما ادري احط لكم ولا لا، تريدوا ولا لا، احس بحط يعني البيس اللي استخدمته امس. بعد مرة التوتوريال بالكامل من الكاميرا الخلفية عشان يبين معاكم حقيقي الميك اب. المهم الحين بحط هذا الكريم نفس الشيء من ماك، خذيته. انزين، باخذ كمية حلوة لانه صار لي جفاف هنا. انزين، بوزعها بهالطريقة، اخلي بسمك حقيقي تشربه. وهم احطه على منطقة حوالين العين، لانه بس هو اللي بستخدمه
مرطب للوجه وللعين. اوكي الله يسلمكم. بستخدم شارلوت. امس كنت مستخدمه اللي هو هذا مال ماك، حلو. رقمه او درجته NC 30. عجبني، بس اليوم بستخدم هذا، او يمكن في اخر لحظة استخدم استي لودر لان عندي اياهم الصغار هذيلا، فبشوف. المهم اول شي بحطه اللي هو مال ديور الكونسيلر ان الدبليو او 4W. اوكي احطه، انتظر بنات لين ما شوية ينشف على بشرتي بعدين اوزعه. اللي ما عرفوا يتحكموا فيه ترى يباله شوية انه ينشف. اوكي بينما انا انتظر شوية ينشف اللي هو الكونسيلر، بحط اللي هو الجل. انزين بنات، انا طريقتي في الجل اني ادخل البرودكت في الحاجب. انزين يعني اجيب السايد هذا المتين، انزين، او اللي شعره طالع باكثر، يعني اكثر من الثاني، ادخل البرودكت بين الشعر. اوكي كذا بهالطريقة، وانتظره شوية ينشف، او اجيب يعني مروحة او اي شيء انشفه بالمرة ينشف شوية الكونسيلر بعد، وبعد كذا بشكله. اوكي بجيب بيوتي بلندر ناشفة. اوكي واوزع اول شيء اللي هم حوالين العين، النقاط هذيلا اللي انا مسويتنهم اراوند كذا. انزين بعدين ببدأ اوزع اللي تحت العين كذا. شعر ببوس كل مكان، طولان شعرها يبالها قص، يبالها قص. انزين الباقي بس احطه كذا بشي خفيف. وزعت كذا بهالشكل. للحين حاجبي ما ناشف. اوكي ايش اللي بسوي؟ الله يسهل الحبة احزان لساني. مهم بجيب فاونديشن شارلوت، بحط تقريبا عصا واحدة. اوكي باخذ كذا بهالطريقة واوزع كذا نقاط. اوكي وبدمجه بالبيوتي بلندر، هي نفسها بدمج بيها، ما باخذ فرشة ولا شيء. اليوم بستخدم كله البيوتي بلندر ان شاء الله. يا اخي انا كل جمعة يجيني صداع. مع الحين شوي تقريبا نشف حاجبي، اجيب السايد الضعيف. اوكي شوفوا هذا هذا السايد اللي هو فيه شعرات، وهذا هو الضعيف. امشي الشعر كيف ما انا اريد اثبته. والله شعر ببوس مسوي حكاوي هنا في الحين الله يسلمكم. بجيب اللي هو الكريم بلاش مالي، او خلينا نقول الاول ان وان تنت. هذا يستخدم كحمرة كتنت اللي انتوا تحبوا، كيف ما انتوا تفضلوا تستخدموه تقدروا تستخدموه. بس هو ينفع يستخدم حمرة، ينفع يستخدم بلاشر كريمي، وهم ممكن تستخدموه كتنت. الناس اللي بشرتهم واجد جافة هذا بينفعكم كتنت، اللي تحط بلاشر او تحط التنت العادي مالنا هذا. انزين وعلى طول ينشف عندها. هذا الكريمي واجد بتحبيه. هذا اللي مالنا، طلعت لكم العلبة الجديدة انا. المهم انا احب اخلط بيوني مع لوتس كذا شوية شوية، وامكسهم مع بعض، ادمجهم. هم نفس الشيء في البيوتي بلندر او بالبيوتي بلندر. صراحة احب احط هنا وبعدين انزل شوية، واحط هنا
من اللي هو بيوني كذا بهالطريقة. المهم خلينا نقول لكم بعد ما كذا وزعت، الحين بجيب اللون الفاتح من الكونسيلر عشان يفتح حياتكم كلها ان شاء الله. بحط اول شي هنا، بحط هنا 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 وهنا. يا اخي انا صايرة استغرب واجد من الناس والله. انا انسانة ما يعني اذا شخص ما احبه او شخص شفت منه مضرة انا مستحيل اجامله، مستحيل مستحيل، ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. بس الوضع في العام عادي انا اجامل عشان امشي حياتي او عشان ابين، يعني عساني ما بينت، عساني ما ظهرت خير شر. المهم بنات شوفوا انا جالسة استخدم سايد هنا انزين وسايد هنا بس، وكله بالبيوتي بلندر الناشفة. انا ما رطبت البيوتي بلندر نهائيا، ما رطبتها خير شر. انزين والله يعني صراحة نور الحياة في الميك اب. استغفر الله ايش حياتها. الحين الله يسلمكم ايش اللي بسويه، بجيب ميك اب فور ايفر لايت بنانا انزين، باخذها كذا بفرشة وببدأ اثبت الوجه بالكامل. نسيت احط شو اسمه سن بلوك، تو اتذكر لو ما متذكرة بعد، يلا ان شاء الله ما يأثر. المهم بحط كذا بشكل عشوائي على الوجه كامل، وبعدين لما بجي تحت العين انزين، اول شي طبعا انا قبل لا اثبت اتاكد انه ما في خطوط تحت عيني انزين، وبعدين اثبت وبعدين اخر شي اللي هو البيكنج. خلينا نشيل هذا الخطوط. البيوتي بلندر نفسها اخذ السايد الثاني اللي ما فيه شيء، اجيب اللي هو اللوز باودر مالي زين واثبت تحت العين، او اسوي اللي هو حركة البيكنج. اوكي احط كمية حلوة. الالوان وايد حلوة، وايد تمثلنا نحن البنات الخليجيات بشكل عام، الخليجيات بشكل خاص العمانيات احنا نحب نستخدم هذه الالوان. فالله يسلمكم ان شاء الله قريب راح اعلن لكم ايش هذا بالضبط انزين. المهم بجيب لون كذا جاي على بني عودي انزين، او خلينا نقول بني، وبخلط شوية معاه اللي هو لون كذا شوية جاي على خشبي، بحطهم في نهاية العين او في الكسرة الخارجية اخر جزء من العين، واموه اللون ادخله شوية على داخل العين. اوكي هذا اللونين ميكس مع بعض كذا بهذا الشكل. العين الثانية الحين الله يسلمكم بجيب لون كذا شوية غامق، اوكي جاي كذا لون القرفة مثل ما يقولوا زين، مع شوية من لون الشوكولات بالتحديد زين، وبحطهم على نهاية العين او على طرف العين بهذه الفرشة. هذه من ماك من طلعة مالتنا نفسها بالضبط انزين. خلوني اوريكم في العين الثانية كيف انه تعطيني نفس نتيجة فرشة ماك. الفرشة بروحها تتكلم، بروحها تشتغل لكم.
بنات كمية واجد قليلة باقية في البوتيك، وباقية في البوتيكات اللي في أرجاء السلطنة. بالصلالة ما في لأنه ما عندي كمية أساسا. أجيب فرشتي هذه اللي أول شيء، وأبدأ أدمج الأطراف كذا شوية شوية بشكل دائري. هذا كله بحركة دائرية، بس هنا شوية زقزاق. تمام. نرجع للعين الثانية. بس كذا خلصنا. الحين نبدأ من الطرف الأول للعين. الفرشة هذه ايش اللي بسوي؟ أول شيء بحط هنا اللي باقي، ما أزيد. انزين، أحط هنا شوية غامق وهنا نفس الشيء، كأني أحدد بس بطريقة وايد خفيفة. أرجع مرة ثانية بالبرش هذه مالت البلندنج، أدمج كل شيء وأطلع لبرا. انزين، الحين بجيب فرشاتي هذه الصغيرة. انزين، باخذ اللون اللي هو جاي على كريمي هذا، بنفض وبطبطب على هذا الجزء بالتحديد لين نص العين. نفس الشيء هنا، بس من قدام شوية بكثر اللون بصعده، شوية بكثر اللون بصعده. شفتوا كيف؟ سويت مثل فتحة في العين. الحين أجيب الفرشة هذه وأبدأ أغمق. خلاص. الحين بجيب آيس. بنات، آخر كم يوم، آخر يومين، اليوم مو بكرة، اليوم إجازة أوريدي، على التخفيض اللي حاطتنا على آيس. أوكي، الحين سعره 5 ريال. شوفوا لي اللون بالإصبع. اليوم تعمدت أحطه بالإصبع عشان يبين معاكم كيف اللون قوي. أهم شي حطي تحته شوية بيس يكون شوية فاتح، نتفه فاتح. شوفوا لي اللون كيف طلع. ما أعرف كيف أوضح لكم، بس اللون واجد حلو. وبعدني بصور في الشمس عشان تبين لكم اللمعة، لا تطوفوا حقيقي. الألوان هذه تنفع حتى تنحط على الخدود، تنفع تنحط على الوجه، تنفع تنحط على الجسم. لونهم واجد حلو، وفي نفس الوقت سعرهم جدا جدا منافس، يعني منافس ايش، مناسب. المهم الكواليتي صراحة اشتغلنا عليه صح. بجيب الفرشة هذه اللي فيها الألوان الغوامق. الحين ببدأ أدمج الأطراف. أول شيء طرف العين الأخير هنا وهنا. تمام. الحين بجيب الفرشة الكبيرة مالت الدمج وأدمج أطراف العين من فوق. في طرف العين هنا بجيب صبعي الصغير وبحط كذا، يبين. ايش حلاوة اللمعة. عرس في العرس، أنا في العرس، بعدين بكلمش. اوكي كذا خلصنا العين من فوق. الحين ايش بسوي خديجة؟ بجيب اللي هو هذه الفرشة مالتي الصغيرة، بنظفها. بجيب الألوان الغامقة اللي حطيتها في الطرف الأخير من العين، اللي هم هذيلا شوكولات والسينمون. انزين، اشوف سيدا،
شوف سيدة كذا. انزين، واحط مسافة وبعد كذا اسوي مثل خط. شايفين خط؟ ومن النهاية اشبك الخط مع اللي فوق العين. يا رب انه واضح معاكم. شوكولات وسينمون، واسوي خط كذا، وبعدين من نهاية العين ادمجه مع اللي فوق. كذي. حلوين حلوين. بجيب فرشاة ثانية. انزين، ايش استخدم؟ هاي الصغيرة مالتي نفس هذه، ما حصلتها. المهم انا عندي هذه الفرشة. بجيب اللون الفاتح، هو نفسه الكريمي. احط هنا، اطبطب شوية اول شي، وهنا بعد. اوكي كذا بهالطريقة. وبعد كذا ايش اللي اسوي؟ اجيب نفس الشي ايس. اوكي، اخذ شوية منه، ما شوية والله واجد. زين بهالطريقة صار عندي كمية في الفرشة. الحين بحطه تحت العين، اريد تبين اللمعة كذا بالطريقة. ما اعرف اذا يبين ولا لا. مبين انه صار في وسع في العين. اجيب هذه الفرشة وابدأ شوية شوية ادمج اللي سويته. بس صار وايد حلو، نفس امس. بس اجيب دارك كوفي اللي هو قلم الحواجب مالنا، وبرسم نهاية الحاجب، لان انا ما ارسم من البداية خير شر، بس ارسم مثل شعرات في نهاية الحاجب عشان يكون كأنه مايكرو. اوكي، اليوم بنزل شوية الحاجب. حلو، اعرف كذا احلى، بس انا احب طير الحمام. ايش اسوي؟ احب حواجبي كذا تكون شريرة، احب ابين شريرة، ما اعرف ليش. من كثر الشر اللي اشوفه في الحياة. استغفرك ربي. بس ما بيحش. اوكي كذا حلوين. الناس اللي ما احب اعيش النفاق الاجتماعي، ما احب ابدا. يعني حقيقة انا انسانة، يعني تلاقوني انا مبتعدة عن كل الدنيا، لاني ما احب اعيش النفاق الاجتماعي. اتضايق منه، يأزمني نفسيا، يعطيني فرحة مؤقتة وبعدين كذا ما اعرف يجيني كذا شعور خايس. ما اعرف كيف اشرح لكم، بس انا من الناس اللي كذا ما اعرف ليش طلع على بالي هالموضوع الحين. المهم بعد ما حددت حواجبي وكل شيء، انا هنا شوية زدت الشيلة على قولتهم الحاجب، فبس بسوي لاين خفيف وبسيط تحت الحاجب، على اساس اني انا كأني انظف الحاجب، وفي نفس الوقت اشيل الخط اللي سويته زيادة. مهم، وهنا عادي يعني ما يحتاج اني انا اسوي خط عريض او اكثف، بس اريد ان افتح المنطقة هذه. طبعا احلى شيء انه تسوي كذا خط عشان الحاجب يبين واجد نظيف. بجيب فرشاتي هذه وعلى طول بدمج كذا بهالطريقة. وهنا
ما بدمج بقوة، لأنه مثل ما قلت لكم أنا نظفت الحاجب، شلت الشعرة اللي هي الزيادة اللي سويتها في الحاجب، بس بالباقي كذا أمرر فوق الحاجب عشان إذا كنت أنا راسمة غلط شي مني منك يروح. عشان لا الحاجب صار. الحين آخر شي أجيب نفس الفرشة هذه وكذا بهالطريقة أدمج. الحين خلاص خلصت يعني تقريبا الميك اب، بس ايش اللي بسوي؟ شوفوا هنا نظفت، فنفس البيوتي بلندر بس بسوي مثل خط كذا، خط كذا عشان يكون كذا كأنه محدد، وبشيله آخر شيء. بجيب هذا اللي وايد أحبه، بهاما ماما الكونتور. أنا أحب أستخدم دايما كونتور يكون باودر، ما أستخدم كريمي لأن أنا بشرتي دهنية وما يحتاج، يعني أحس أنا وجهي روحه مربع ما يبغاله. زين، فأحط شوية من الكونتور. أوكي، وبحط هنا لأني ما آخر شي، فبغمق أطراف الجبهة بالباودر. نفس الباودر استخدمه عشان أحدد خشمي. أجيب البرش مالي، إنزين أخذ كذا وأرسم خط يكون قريب من قدام وكذا يصير مثل في شيب. كذا على قولتهم خشم الغزال. اوكي كذا، واخر شيء ادمجه، ما ادمجه من البداية، احطه لين ما اخلص كل الميك اب، واحط المسكرة واحط كل شيء بعدين ادمجه، مسكرة واحط كل شيء بعدين ادمجه. واحب احدد هنا. اجيب فرشاتي مالت البلشر، اجيب الباليت بنات الحين سعره 9 ريال. زين، وامكس اللونين هذيلا مع بعض يعطيني لون ثالث واجد حلو. وابدا احط البلشر كذا من فوق لتحت بالطبطبة. احب اللونين مع بعض واجد جذابة وفاتنة مع بعض يجننوا. واحط على خشمي بعد. كان احب اسويها احط البلشر هنا ما اعرف ليش بس احب احط هنا، احس حلو. وهنا شوي بس نزيد شوية. مهم الحين بحط المسكرة اللي هي مسكرتنا. وين راحت؟ بسم الله، توها كانت هنا. لحظة. الحين بجيب المسكرة مالتنا، مسكرة نباتية. أمس مع التعليقات البنات في المعرض، المسكرة وايد حلوة تطلع بسرعة ما تتعب. أيوة، هذه ميزتها اللي وايد حلوة لأنها مليانة زيوت طبيعية ومليانة فيتامينات، فلما تطلعوها ما تسيح ومدري إيش، لا بالعكس تطلع بسهولة بكل جمال كذا. أصلا تصير مثل كور وتنزل لما تحطوا عليها مزيل الميك اب أو ماي وتفركوا شوية تطلع بسرعة، بس ما انها تسيح وتسوي سواد تحت العين، لا ابدا نهائيا. بس امسك الرموش، يعني اوريدي اصلا حاطه رموش طرفيه دائمه، ف
بس كان احب اسويها، احط البلشر هنا. ما اعرف ليش بس احب احط هنا، احس حلو. وهنا شوي بس، نزيد شوية. مهم الحين بحط المسكرة اللي هي مسكرتنا. وين راحت؟ بسم الله، توها كانت هنا. لحظة. الحين ايش اللي بسوي؟ بجيب القلم اللي هو سيلفر انك مالنا. انزين بنات، السيلفر انك حطوه كذا، الباقي عادي حطوهم كذا، بس السيلفر انك حطوه كذا عشان الجليتر كله ينزل تحت عندكم. انزين حطيت كذا، بسوي مثل خط هنا. شايفين الخط ايش حالاته؟ كذا كذا، حلوين حلوين، بس يكفي يكفي وزيادة لأنه لمعته واجد قوية. انزين والحين بجيب قلم الحواجب، هو نفس البلاك، مش البلاك انك، الدارك كوفي. وين راح؟ أكلمكم عشان أرسم البوز استخدم الدارك كوفي اللي هو قلم رسم الحواجب. هو ممكن حتى تستخدمين كايلاينر على فكرة يعني، بس أنا وايد ضعيف، ما جربت أنا صراحة استخدمه كايلاينر لأن عندنا ايلاينر، فما جربت، بس البوز أحب استخدمه. المهم بحطه كذا، يرسم لي بوز حرفيا ضعيف وحلو ولونه بني مش اسود. اوكي كذا. والحين بكمل المسكرة، بس اول شي احب ارسم البوز بعدين اسوي المسكرة في الرموش السفلية. واحب احط اللي هو هذا البيكنج عشان ما يطبع ولا شيء، على طول يمثل او يطبع على البودرة. اوكي امس انا سويت شيء زين ما حد اكتشفه، حطيت كحل بني داخل العين، بس ما حد منكم ركز ان الكحل البني هو اللي مسوي شغل وايد حلو في الميك اب كله. ما كنت حاطه اسود، كنت حاطه بني. اجيب الكحل البني انزين وبلون فيه اللي هو العين من داخل كذا بهالشكل. شوفوا ايش حالات الميك اب بيطلع معاكم. هذا من مكياجي، يعطي العين حلاوة كذا حلوة. او بس خلصت انا تقريبا، بنتظر المسكرة تنشف، بروح ابدل وارجع لكم. اوكي جهزت خلصت. الحين اول شي بسويه اني بوزع اللي هو البتاع ده. زين ايش في؟ شكرا، ما نريد نسمع شيء. بزيد شوية البلشر بنخف. زين كذا. الحين بجيب اللي هو الهايلايتر، نفس الشيء من نفس البالت، باخذ شوية وبحطه هنا. بالعادة احب احط الهايلايت اخر خطوة بعد ما يعني اثبت وكل شيء، بس انا مستعجلة اريد اطلع. الحين بحط الحمرة. الحمرة بتكون عبارة عن تي عليهم خصم حاليا، سواء حبة او الاربع حبات. خذيتي 4 ب10، الحبة الواحدة ب3 صارت. اوكي
تليفوني ما فيه شارج ونسيت اصور بالتليفون الثاني. شو اسوي؟ المهم بحط اليوم جاسبر كذا، ومن داخل بحط شوية من اللي هو جرانيت كذا كذا، ومن داخل بحط شوية من اللي هو جرانيت كذا. أحب أحط جرانيت مع النود عشان أسوي كذا كأنه أمبريه، أحس حلو علي، أنا أحب كذا. إنزين، إيش آخر شي بسويه؟ بحط اللي هو الهايلايت على التب اوف ذا نوز وشوية هنا، وباخذ شوية بحطه تحت الحاجب. إذا كنت مطبعة أي شي على الجفن بجيب الفرشة مالت الدمج وبدمج بيطلع الطبعة مالت المسكرة. واخر شي بحط الهايلايت الجديد، بلشر هايلايت بتحبوه ان شاء الله، كذا يعطي لمعة حلوة. باخذ شوية منه وبحط كذا، بما ان البشرة صايرة زينة الحمد لله. يلا نروح واصور لكم الميك اب في الشمس.